يا مساء الخير على جميع المتابعين والمشاهدين وجميع الأصدقاء والأهل وكل حد موجود يعني معايا على الفيسبوك. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة تاني أيام عيد الأضحى المبارك. كل سنة ومصر والعالم العربي والعالم الإسلامي بخير وسلام. أنا بالإضافة إني جاي أهنيكم بالعيد. ده أساسي. جاي أتكلم على فكرة غريبة جدا، يعني جت في دماغي. كنت من يومين ثلاثة بتفرج على فيلم طاقية الإخفاء بتاع الراحل الكبير الأستاذ عبد المنعم إبراهيم. الفيلم حلو قوي، لكن أنا مش بتكلم عن الفيلم، أنا بتكلم عن فكرة الفيلم نفسه. إن أنا ألبس طاقية وأختفي ومحدش يشوفني، ده اختراع عظيم جدا. أنا بفكر في 2018، لو معاك طاقية الإخفاء هتعمل بيها إيه؟ يعني أنت النهاردة طاقية الإخفاء دي تلبسها تختفي. لو أنت معاك طاقية الإخفاء في 2018، طاقية تلبسها دي السبير، تختفي تماما، ايه رد فعلك؟ هتعمل بيها ايه؟ ايه اللي ممكن تشوفه؟ ايه اللي ممكن تقابله؟ ايه اللي ممكن يبسطك؟ او ايه اللي ممكن لا قدر الله يزعلك؟ طبعا انا مستني اجاباتكم ومعايا ايسم. ايسم انت سامعني مش كده؟ لو معاك يا ايسم طاقية الاخفاء هتعمل بيها ايه؟ عم ايسم، على فكرة السؤال ده انا طرحته في بوست من حوالي كام اسبوع كده، وفي ناس جاوبت. الإجابة أنا اللي عايزك تتخيل إن لو أنت معاك طاقية الإخفاء ولبستها الصبح مثلا أو بالليل وخارج بتتمشى في الشوارع، قاعد في البيت، أي حاجة، طاقية الإخفاء دي ممكن تخليك تعمل إيه؟ أو ممكن تكتشف إيه؟ على فكرة في جانب أنا عايز أوضحه حاجة. في جانب في كل إنسان، جانب سري أو جانب محدش يعرف عنه حاجة. الجانب ده بيبان لما يكون الإنسان قاعد لوحده. يعني أنا حاتم قاعد لوحدي، أه بفتكر حاجات أو بتخيل حاجات، أو في جانب سري معايا أنا كحاتم، محدش تاني ممكن يشوفه غير حاتم. الجانب السري ده أنا هفترض إنك أنت اللي لبست طاقية الإخفاء، فأنت هتشوف الجانب السري في كل بني آدم. هشوف بيحبك أو لا قدر الله بيكرهك، أي حاجة من هذا القبيل. أيسم، أنت إيه ظروفك بالظبط يعني؟ ما تجاوب على السؤال يا عم أيسم. طيب، هنفترض برضو انك انت في 2018 صحيت الصبح، لقيت طاقية الإخفاء معاك، لبستها ونزلت بيها. ايه اللي ممكن تشوفه؟ ايه اللي ممكن تقابله؟ طب هل اللي هتقابله او هتشوفه هيبسطك ولا هيزعلك؟ طب لو بسطك هتبسطك ليه؟ يعني انت انبسطت ليه من حاجة زي كده؟ وبرضه لو ما انبسطتش او لا قدر الله زعلت، انت زعلت ليه؟ وأقول لكم الهدف من السؤال ده إيه بس في نهاية الحلقة أو في نهاية القعدة. وكمان هقول لكم أنا لو معايا طاقية الإخفاء أنا كحاتم، بمنتهى الصراحة والله، هعمل بيها إيه؟